قصص رعب. الحيوان المتحول. النهى 5 صباحاً. يكاد الظلام مكسوراً ببعض خيوط الشمس التي انبعثت من الأفق لتنير درب 3 شبان يتمشون على الطريق الغير معبدة، وهم يدحرجون الحصى بأرجلهم، وهم يمشون في طريقهم. كانوا متجهين لمنازلهم للنوم بعد ليلة طويلة من الكلام عن الحوادث والقصص الغريبة التي تحدث في قريتهم التابعة لمحافظة البحيرة. وفجأة ظهر أمامهم على الطريق الترابي أرنب ضخم رماد اللون. اندهشوا للوهلة الأولى، ومن ثم أيقنوا أنه ليس إلا أرنب غير مؤذي، وأكملوا طريقهم وهم يضحكون من دون أن ينظروا نحو الأرنب الذي بدأ يأكل من حشائش الأرض. ولو أن أحد الشبان، محمد، تنبه أنه أرنب غير طبيعي، كانت قفزته غريبة وكأن أحدهما قد رماه، أو أنه كان شيء ثم أصبح شيء آخر وهبط على الأرض فاصلة آن. محمد مزارع قد رأى أرانب تقفز أمامه كثيرة، ولكنه لم يخاف منه، ولكنه خاف من هذا الأرنب بشكل غريب. صوت معزاة. استدار محمد بحدة ومعه الشابين حسن ورياض نحو صوت المعزاة الذي صدر من خلفهم. لقد كان منظرا مخيفا بشعا. كان الأرنب قد تضخم وتفسخ وخرج منه رأس معزاة ويدها. لم يستطع أحدهم التمييز أو التركيز. كل ما فكروا به هو الهرب بأقصى سرعة ممكنة. وقد فعلوا وهربوا نحو الطريق المعبدة ليلتقوا بالصدفة بوالد محمد الذي عاتب ولده على توهماته عندما أخبره القصة. انطوت القصة ومر الزمان ومضى على القصة التي وقعت في 1930. كثير من الوقت أنها قصتي حدثت بالفعل في قرية جدي، وكان جدي هو أحد الشبان حينها.